وافق وائل جمعة بشكل مبدئي على تولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي للموسم الجديد خلفا لوليد صلاح الدين، وذلك كجزء من خطة إعادة الهيكلة الإدارية لقطاع الكرة عقب الموسم الصفري للفريق. وكان الصخرة قد تقدم بأربع طلبات لإدارة الأهلي لقبول المهمة، ووافقت الإدارة على ثلاث طلبات منها وجاري دراسة الطلب الأخير. وكانت الطلبات هي: أولا الراتب الشهري، أن يكون راتبه مساويا لراتب مدير الكرة السابق وليد صلاح الدين، وتمت الموافقة على هذا الطلب. ثانيا لائحة الفريق، طلب تعديل اللائحة الداخلية للفريق الأول وتمت أيضا الموافقة على هذا الطلب. ثالثا الظهور الإعلامي، طلب تنظيم ظهور اللاعبين إعلاميا بحيث يكون بالتنسيق المشترك بين إدارة الكرة وإدارة الإعلام وشركة الكرة، وتمت أيضا الموافقة على هذا الطلب. رابعا منسق عام، تعيين منسق عام يعمل تحت إدارته المباشرة، وما زال هذا الطلب قيد الدراسة. كما طلب وائل جمعة مهلة قصيرة لتوفيق أوضاعه الأسرية وارتباطاته الإعلامية في قطر قبل العودة إلى مصر، ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي عن القرار بشكل رسمي نهاية الأسبوع الجاري. أحمد عيد يقترب من الرحيل عن الأهلي. اقترب أحمد عيد لاعب الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل عدم وجود قناعة داخل إدارة الكرة في النادي الأهلي بإمكانيات اللاعب. ويرغب الأهلي في تسويق أحمد عيد عن طريق البيع النهائي أو الإعارة والتعاقد مع لاعب آخر في مركز الجبهة اليمنى خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وكشف مصدر أن هناك أكثر من نادي محلي مهتم بالتعاقد مع أحمد عيد، أبرزهم الاتحاد السكندري. بيراميدز يحدد موقفه من ضم ثنائي الأهلي في الصيف. أثار الإعلامي أحمد شوبير حالة من الجدل بعد كشفه موقف نادي بيراميدز من التعاقد مع بعض لاعبي الأهلي في ظل تردد أنباء خلال الفترة الأخيرة حول اهتمام النادي بضم أسماء بارزة من القلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات المقبلة. وقال شوبير: أكد لي مصدر داخل نادي بيراميدز أن حسين الشحات لاعب الأهلي ليس ضمن حسابات النادي على الإطلاق في الوقت الحالي. وأضاف: كما أوضح المصدر أن أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي خارج حسابات بيراميدز تماما، مؤكدا أن النادي لا يفكر في ضمه خلال الفترة المقبلة، وأن اسمه لم يطرح من الأساس داخل دائرة الاهتمام. وتابع شوبير: المصدر شدد على أن حسين الشحات لاعب مميز ويحظى باحترام كبير داخل بيراميدز من الناحية الفنية، لكنه اعتبر أن عامل السن وطبيعة تأقلمه الطويل مع أجواء الأهلي قد يجعلان فكرة التعاقد معه غير مناسبة للنادي في الوقت الحالي. حقيقة صدام الأهلي مع تروب والمفاوضات مع المدرب الجديد. كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، وحقيقة ما يتردد بشأن اقتراب إنهاء التعاقد مع المدرب الدنماركي يستروب. وقال شوبير: لا ينبغي تصديق أي معلومات متداولة بشأن حسم ملف يستروب لتدريب الأهلي، إذ لم تتخذ الإدارة أي خطوة رسمية حتى الآن لإنهاء التعاقد مع المدرب. وأضاف: كل ما يتم تداوله حاليا لا يتجاوز اجتهادات أو تسريبات غير مؤكدة، فهناك اتصالات محدودة وغير رسمية فقط دون وجود تواصل مباشر مع المدرب نفسه أو وكيل أعماله حتى هذه اللحظة. وتابع شوبير: الأهلي يتعامل مع الملف من الناحية القانونية بشكل دقيق. وواصل: الأسماء المتداولة منذ فترة سواء المتعلقة بإدارة التعاقدات أو إدارة الكشافين ليست جديدة، بل يجري الحديث عنها منذ أكثر من شهر، وبالتالي لا توجد تطورات حقيقية يمكن البناء عليها حتى الآن. غرامة جديدة على الزمالك بسبب صلاح مصدق. كشفت تقارير صحفية مصرية عن صدور قرار جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإيقاف القيد لفترتي تسجيل ضد نادي الزمالك المصري على خلفية القضية المرتبطة بالمدافع المغربي صلاح مصدق، في وقت يواصل فيه النادي العمل على تسوية عدد من النزاعات الدولية العالقة للحصول على الرخصة الأفريقية واستعادة الاستقرار الإداري والمالي للفريق. وأثار القرار تساؤلات واسعة بين جماهير الزمالك، لا سيما أن النادي قد أعلن خلال الساعات الماضية نجاحه في إغلاق قضيتين لدى الفيفا، الأمر الذي خفض عدد القضايا المرتبطة بإيقاف القيد من 18 إلى 16 قضية. وكشف عامر العميرة خبير اللوائح أن الزمالك تعرض لعقوبة إيقاف قيد تأديبي لمدة فترتي تسجيل. وأوضح العميرة أن العقوبة غير مرتبطة بالسداد، مشيرا إلى أن القرار سيتم تفعيله مع أول يوم لفتح باب القيد المحلي. وأضاف أن إيقاف القيد التأديبي يرتبط بقضية اللاعب المغربي صلاح مصدق، وأن الحكم صدر بالفعل بتاريخ 9/4/2026 لكنه لم يتم تفعيله حتى الآن. وأشار العميرة إلى صدور قرار من غرفة تسوية المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم
يقضي بتغريم الزمالك مبلغ 1,761,000 دولار لصالح المهاجم الفلسطيني عمر فرج، إضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% مع إمكانية الطعن على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية كاس. رفضت إدارة الأهلي بشكل قاطع فكرة رحيل محمود حسن تريزيجيه في الموسم المقبل، وأكدت تمسكها الكامل باستمراره مع الفريق، وترى الإدارة أن تريزيجيه من أهم عناصر الفريق حاليا، خاصة بعد المستوى الكبير الذي ظهر به طوال الموسم ونجاحه في قيادة الفريق داخل وخارج الملعب. وخاض تريزيجيه 32 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 18 هدفا، وتصدر قائمة هداف الأهلي في الدوري برصيد 11 هدفا، كما توج بلقب هداف دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف.